السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متتبعي قناه كوزين دو لبنان، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غندير معكم واحد الضناب مغاير على الوصفه اللي عطيتكم المره اللي فاتت. هذه طريقه واحده اخرى، نخلطوا كلشي في دقه واحده. هنا كناخذوا اطرو ديال الحليب، حيدت منه واحد شويه اللي غادي نخلطوا فيه الدانون. كنديروا الباقي هنايا. غادي ناخذ شي حاجه باش غادي نخلط. كنحتاجوا كاس وربع ديال السكر، انا غادي نزيد واحد شويه. كنحتاجوا كاس ديال العنبه ديال الحليب بودره، كنديروهم كنخلطوا هكذا مزيان. وهنايا انا غادي نضيف هاد الساشيات الصغار ديال الفلون. انا غادي ندير الفلون ديال البنان، غادي ندير جوج. كانت عندكم وحده كبيره كديروا وحده كبيره، ردوا البال الا درتو وحده كبيره ديروا غير كاس السكر بلا ما ديروا داك الربع، حيت كتكون كيكون هذاك الفلون حلو. صافي هنايا غادي ندير جوج ديال الخنيشات. ضروري اننا نحركوا الخليط مزيان. منين كنحركوا ما كنحسوش بهذاك السكر كاين لداخل. وغادي نحتاجوا الاطرو ديال الماء. اطرو ديال الحليب راه درناه، غنحتاجوا الاطرو ديال الماء اللي كيكون دافي، ما كيكونش سخون وما كيكونش بارد، كيكون دافي. هذه طريقه اخرى كديروا كلشي في دقه واحده، ماشي تتيغلى الحليب عاد كنضيفوا. ديك الخطره ديال الطريقه اللي بارطاجيت معكم. صافي هنا غادي نضيفوا كلشي وغادي نردو فوق البوطه، وانا غادي نشعل عليه وانا مقابله حتى تيفيض لينا الحليب ديالنا. في هذا الاثناء غادي ناخذوا داك الحليب اللي حيدنا، كنحيدوا تقريبا واحد الكاس ديال الحليب. غادي ناخذوه وغادي نخلطوا فيه الدانون. الدانون عندكم الاختيار، بغيتو ديروا ديال الفاني ديروه، انا دايره الفاني. عندكم بالنكهه ديال البنان كان احسن، انا ما عنديش نكهه البنان. غادي ندير دانون هكذا عادي، ما كريم. المهم كان عندكم كريمي ديروه كريمي، ما كانش عندكم ماشي بالضروره. كي شاركت معكم المره اللي فات انا فاش درت الياغورت ديال الفريز درتو فيه لي مورسو، ولكن من بعد راه كنصفيوه. ملي كنديروا لي مورسو كنصفيوه باش ما يكونوش عندنا دوك الحبيبات. صافي انا كي قلت لكم غادي نحرك مزيان حتى هذاك شفتوا هاد لي مورسو هادشي ما يبقاش، غادي يندمج ليا مزيان الحليب مع هذاك الياغورت. صافي هنا غتشوفوا معايا انا غادي نجيب الماء. كي قلت لكم اطرد الماء يكون دافي. درت نص سيترو وغنزيد واحد السيترو اخر. صافي غنخليو دابا تيغلى. صافي بالنسبه لهنايا شفتوا ضروري هاد المرحله تيغلى لينا هكذا الخليط ديالنا، عاد كنحيدوه من فوق النار تطلع ليه الغليه تيفيض اللي كنحيدوه. صافي هنا في هاد المرحله كنديروا شي صفايه، كنشوفوا هكا هاد الفراره وهاد الجليدات اللي كيكونوا ديال الحليب كنحيدوهم. انا غادي نقرب ليا شي حاجه هنا. صافي ومن بعد غادي ناخذوا الخليط ديالنا اللي خلطنا. انا غنوريكم داك الحليب شفتوا كيفاش كيرجع مع دانون.
غنخلطوا الخليط وغادي نضيفوه ليه. صافي هنايا سالينا الدانون ديالنا ولا الريب ديالنا كي بغيتو تسميوه، تنكونوا ساليناه. كنجيبوا الغلاقه ديالنا وغادي كنسدو عليها نفس الطريقه اللي كنت عطيتكم في الاول. كنجيبوا واحد الموينطه وكنغطيه وكنخليوه يبات حتى للصباح. انا ديما كنصاوبوا اليوم لغدي، تنخليه ديما يبات. ولا تقدروا تصاوبوه في الصباح وفي الليل قبل ما تنعسوا. اذا صاوبتوه بكري في الليل قبل ما تنعسوا تدخلوه في شي حاجه وتدخلوه للثلاجه. انا غادي نخليه هكا، غادي ندير ليه واحد الموينطه وغادي نخليه حتى للصباح، ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. صافي هنايا حليت الكوكوط ديالي الصباح هذا باش تشوفوا القوام كيفاش كيجي. هنا غادي نحركو مزيان. صافي هنا ضروري غادي نعمر القراعي وغادي نديرو يبرد. انا دقتو جا السكر هو هذاك، والبنه ديال داك الفاني والبنان كتجي غزاله. المهم غادي نعمر القراعي نديرو يبرد وغتشوفوا معايا الشكل النهائي ديالو. صافي هنايا غادي نعمر القراعي ديالي، غتشوفوا معايا. خصكم تحركوه مزيان حيت بعض المرات كيبقاو فيه بحال شي طريفات لتحت. يتحرك جيدا. كيجي واحد القوام غزال، كيجي واحد القوام رائع في لوغو ديالو، في لا تيكستور ديالو. كي قلت لكم راه كيجي بحال احسن بكثير من دوك اللي كنشرو في المحلات التجاريه. ان شاء الله تجربوه. شكرا على المتابعه. نتلاقاو ان شاء الله في افكار اخرى، فيديوهات جداد. دمتم في رعايه الرحمن.